المره دي انا قلت لنورسين افتحي وانا هبدا الفيديو، بس مش لدرجه ان انت اللي تظهري في الكاميرا لوحدك. اهو. اهو. مم. بص بقى. لا اقعدي زي ما كنت قاعده كده، كنت انا قاعده براحتي اكتر. مم. بصي بقى، انا هسالك اسئله وانت تردي عليها، وانت تساليني في نفس المحور الموضوع اللي هنتكلم فيه، كل موضوع ياخد دقيقه. ماشي. اتفقنا؟ من وجهه نظرك، هل مساعده الزوجه للزوج مهمه ولا لا؟ يعني تعملها ولا لا؟ ولا لا؟ الزوجة للزوج امم مهمة. يعني اه. طيب، لو انت مخطوبه هقول لك بقى مواقف. لو انت مخطوبه وراكبه مع خطيبك في مواصله، وفي اول خروجه تخرجوها سوا، خلينا ادفع. وقال لك انا يا لهوي ده انا نسيت محفظتي، هتعملي ايه؟ هدفع انا ومش هشوفه تاني. عليكوا على هعمل اللي لي جابوك. بلوك. مش دفع تاني والله ما تشوف خلقاتي. نورسين، ها؟ أنا مش لا خايفه والله عليها العظيم. بس عادي. لا بس هو طيب عشان هو ده الطبيعي يعني انت نسيت محفظتي، طيب حركة يعني جو قديم مبالغ خلاص، بصراحة. الدقيقه خلصت. السؤال ها. اللي بعده، لو اتحطيتي في موقف ان خطيبك قالك جابلك ذهب كتير قوي في خطوبتك، والمفروض ان هو دلوقتي عايز يعمل بقى عفش وحاجات وما معهوش فلوس، وحصل له دروب كبير جدا، وقال لك هاتي ذهبك من ورا مامتك، هنبيع منه الدبله والمحبس بس، ونغيرهم بدبله ومحبس تانيين ذهب صيني او ثانية، ستانلس. ايه السيناريو ده كله؟ هو من الاول اصلا المفروض في حاجات بنكون متفقين عليها، يعني ايه؟ حصل يعني دروب في حياته، لا ثانية، دروب بيكذب ايه؟ عشان لا ما اقصدش يشتغلك على اي كده. حاجه. هو المفروض بيبقى عارف الفلوس اللي معاه قد ايه، والمفروض بيبقى مخطط بقى لكل ما حاجة. خططش بقى وطلع ماشي، اهبل. ما خططش بقى يبقى مش مسؤول، يبقى مش هينفع نكمل مع بعض ما دام هو مش مسؤول من الاول. هتعملي ايه بقى؟ هرجع له ذهبه وخلاص، مش عايز اعرفه تاني. هترجعي له ذهبه؟ اصل هو انسان مش مسؤول، فاحنا مش هينفع نكمل ما دام هو مش مسؤول من مم. الاول بقى. طب لو قالك خلاص خلي ذهبك وانا مش عايز منك حاجه ونكمل، هتكملي؟ وهنكمل ازاي وهو مش معاه فلوس الشقه ولا العفش ولا كل الحاجات؟ هيتصرف. لا، ويتصرف ليه؟ مش فاهمه بجد، وليه اصلا يحط نفسه في المشكله من الاول؟ طيب الدقيقه خلصت، التانية نخش على الدقيقه التالتة. لو انت روحتي عند حماتك، اتجوزتي ورحتي عند حماتك، وحماتك قالت لك بقول لك ايه، عندك المواعين في المطبخ ومش هتطبي المطبخ قبل ما تمشي، انتوا مش جايين تقرفوني، انا كفايه التعب اللي انا فيه، اغسلي حاجتك انت وجوزك، هيبقى رد فعلك ايه؟ بصراحه ومن غير افوره. مش عارفه امسكها حاجتك ازاي. انت وجوزك؟ قدامك دقيقه. اولا لو عندها بنت، يعني لو هي عندها بنت. انا ما قلتش عندها بنت ولا ست، انا بقول لك هي قالت لك اللي عمل اكل في حاجه يقول اتفضلي قومي اغسليها، هتعملي ايه؟ ايه رد فعلك؟ ماشي، انا هقوم اغسلها عادي وهمشي الدنيا طبيعي، ولكن هتكلم بقى مع ابنها. تمام. ان مثلا انا اتضايقت، ماشي، لان انا هعمل كده من نفسي انا، هي ما تأمرنيش او هي ما تقوليش قومي اغسلي او ما تتكلمش معايا بالطريقه دي عامه، فهو هيفهمها بهدوء اكني انا ما قلتلوش حاجه، بينه بقى وبين مامته هما يتصرفوا مع بعض بس. طب لو اصرت انها بعد كده تحرجك وتقولك قومي اغسلي واكنسي مكان ما كنتي قاعده؟ لا معلش، في حاجات بنكون متفقين عليها قبل اي حاجه. افرضي انا انه ما حصل، بحبش المعامله دي. اتحطيتي في الموقف. ماشي، انا ما بحبش المعامله دي، يعني مش عيب اعرفها ان انا مش بحب الاسلوب ده في طيب التعامل. هنقول بقى اجابات وانت اختاري. هتقفي تتخانقي معاها؟ لا. هتقطعيها؟ لا. ما هو مفيش حلول، ما هي لا، هواجهها، هقول لها ان ولو انا قالت مش لك انت بحب زي بنتي وانا زي امك وزي خالتك كده زي خالتك. اه مش عارفه، بس ما اظنش ان انا بقول حاجه غلط، ده حقي. لو انا مش حابه الاسلوب ده عادي، انا شايفه ان انا اقول، مش ان انا اتخانق ولا اقاطعها، انا شايفه ان انا طيب. اواجهها على الاقل، حتى لو حصل مشكله يبقى في سبب، مش طيب. فجاه ابعد. تمام. طب لو حماتك المستقبليه قالت لك بقول لك ايه، اسبوع في شقتكم واسبوع معايا، انا ما اقدرش اعيش لوحدي، هتعملي ايه؟ لا معلش، يبقى تاخد ابنها بقى ليها. خليه يونس امه. خليه بقى وتعالي يا بنتي خليه نقعد انا وانت نتفرج على خليه عندها التلفزيون. بقى. طيب خلينا بقى نتكلم في الحاجات المهمه. فلنفرض دلوقتي حماتك راحت المستشفى وتعبت وما عندهاش بنات وتعبانه جدا، ودلوقتي مفيش الا حلول، لا اما تعيشي معاها اما هي تيجي تعيشي معاكي، هتختاري ايه؟ تيجي تعيش معايا. وتقبلي انها تعيش معاكي العمر كله، ان انت خلاص هتفضل عايشه معاكي عشان هي عيانه، ولا هتعيش معاكي لحد ما تخف وترجع بيتها؟ تعيش معايا لحد ما تخف وترجع بيتها. طب افرضي ما رجعتش، هتعملي ايه؟
لا اصل طبيعي هترجع يعني، معلش ما هو ده الطبيعي، ما هي الولية لازم ما ترجع. رجعتش، هنعمل ايه؟ ما رجعتش. لا مش عارفه، هي لازم ترجع، مش هينفع ما ترجعش. هعمل لها ايه يعني؟ ما لازم ترجع، مش فاهمه بجد. لا هي لازم ترجع. هو ايه يعني؟ مش فاهمه. إيه؟ لما نفسيتي اتحطت ده مش سالم ومش لا يا ماما يلا. لا مش فاهمه بجد. هي لازم ترجع، المفروض تحس على دمها وترجع. طيب في سؤال حلو قوي. فلنفرض دلوقتي حماتك دي تعبت ومحتاجه تعمل عمليه كبيره، وجوزك ما معهوش الفلوس، في حاله لو ما عملتش العمليه امه هتموت، هتبيعي دهبك ولا لا؟ او جزء من دهبك عشان هي تعمل العمليه ولا لا بصراحه؟ بعيدا عن جوزي وبعيدا عنها اصلا كحماتي، انا بتكلم كموقف انساني. انا هساعد عشان اكيد انا مش هبقى حابه ان هي تموت. الله اكبر. بس طيب مش حابه انها تموت في الاخر ابنها يقعد ينوح جنبي يقول لي انت السبب. ايوه صح والله، برضو وجهه نظر. بس عامه كموقف انساني يعني اكيد مش هرضى ان هي تموت، بعيدا عن انها حماتي. بعيدا عن ايه يا حماتي؟ تمام. طيب فلنفرض دلوقتي جه جوزك في يوم من الايام، اول حاجه لو خطيبك قال لك، خلينا في خطيبك الاول، لو خطيبك قال لك ايه ده انت نزلتي مع مامتك ازاي من غير ما تستاذنيني، احنا انا دلوقتي خطيبك، هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ ايوه هو هتقولوا خلاص دي أصلاً استاذنك فيها المره عملية؟ الجايه؟ لا طبعا. ولا استأذنه في ايه؟ هو انا نازله مع حد غريب؟ لا طبعا. ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ لا بجد. يعني مبدا اصلا ان انت تقولي له او تستاذنيه ده مبدا مرفوض ولا موجود؟ لا مرفوض، مرفوض تماما كمان. طب لو مكتوب كتابك واعتبر جوزك؟ لا مرفوض برضو. معاكي او مع بابا او مع اي حد من اهلي، هو بصراحه مالوش الحق. تمام. طب دلوقتي هيجيلك ناس في الكومنتات تقول لك لا ده جوزك لازم تاجي رايه. ايه يعني جوزي؟ مش فاهمه، وانا عبد عنده؟ معلش دول اهلي. مش فاهمه يعني فين المشكله؟ في نقطه بقى اللي متجوزه وده بيحصل معاها، خلاص انتوا ما اتفقتوش من الاول، ما تجيش بقى تلومي نفسك دلوقتي. ايوه صح. الاتفاق قبل الجواز ياما بتحطي النقط على الحروف ياما، بعد الجواز يا حبيبتي بتطبقوا النقط اللي اتحطت على الحروف ياما. ما تجيش وانت مخطوبه تفضلي تقولي رايحه في الحته الفلانيه حبيبي، جايه من الحته الفلانيه، ازاي نمتي من غير ما تكلمي انا اسفه انا نمت على نفسي وانا قاعده. ايوه صح فعلا. وفي الاخر تيجي تعيطي تقولي لي هعمل بقى كده دلوقتي. صح. بعد العيد ما بيتعملش كحك. صح. طيب انا هسالك برضو سؤال تاني. فالناس دلوقتي جوزك قالك بصي بقى يا نورسين، موضوع بقى انك مامتك بتكلمك كل يوم في التليفون وبتقعد معاكي ساعه واتنين، دي حاجه مضايقاني. لا معلش، هو اي حاجه براكي وبره بابا وبره العيله عامه. طيب ده هو مش حق اصلا يتدخل ده اللي طبقت الكلام ده يا جماعه قبل الجواز. قبل الجواز ما طبقتوش، ما تجيش تكلميه دلوقتي، موضوعك انتهى. ايوه صح. طيب فلنفرض رجلي وجعت انا سنده صح كتير، سندك خدي اسندي على دي شويه. بصوا هسالك على حاجه تانية. فلنفرض دلوقتي جابلك انت عندك في فرح، في مناسبه، فرح اخوكي ودخل عليكي بفستان بكم، انت اصلا ما بتلبسيش قط كده كده يعني، بتلبسي ساعات حاجات شوبونيز وحاجات كده. طب فلنفرض ان هو جاب لك حاجه بكم وتحتها كارينا وقال لك هو ده اللي هيتلبس، اما مش هتروحي الفرح، هتعملي ايه؟ مش هعرفه اصلا. ما هو جوزك هو ما انا بقول لا لك جوزي لا معلش، الحاجات دي بنتفق عليها برضو من قبلها. انا بسالك دلوقتي ثانيه، انا بقول لك دلوقتي هو خلاص جاب لك الفستان، لا تروحي الفرح. الحاجات دي بتكون يعني المفروض متفقين عليها من الخطوبه، والا ما كانوش عملوا خطوبه بقى، هم عاملينها عشان الحاجات دي. انا سالتك تمام، مش متفقين خلاص هتلبسي هتروحي ساعتها الفرح ولا لا؟ وبسرعه. هو ايه اللي هروح الفرح؟ لا اما تروحي الفرح وتلبسي الفستان، اما ما تروحيش الفرح. لا مش هروح الفرح. فرح اخوكي. اخويا؟ هروح والبس الفستان اللي انا عايزاه. وهيرمي عليك اليمين؟ يرميه. حاسين يرميك الكوبايه يرميه. لا يرميه بجد والله. يرميه. انا خلصت اسئلتي، مبسوطه. انا انبسطت بالاسئله بصراحه بجد. والله. نعمل بارت 2 ولا لا يا جماعه بالله عليكم؟ لا انا عجبتني الاسئله. عجبتك؟ حسيتي ان انت دخلتي في مود الجواز والكلام ده؟ حسيت وعايزه تطلقي صح؟ وعايزه اطلق. عايزه اتخانق معاه دلوقتي من قبل ما اعرفها. بجد يعني. انا احساسي انا دلوقتي حاسه ان هو شخص محتاج يتربى، هو مين معرفش. ايوه اقسم بالله
بجد. يعني يقول لك نازله مع امك ليه عليكوا على سنينك